معلش، عندك حق. انا حاسه بيك، انا معاكي. شكرا. تسلم ايدك، انا مقدره تعبك. انت تعبتي فعلا النهارده. زعلان ليه بقى يا عم؟ عامله ايه دلوقتي؟ هقول لك رايي، خلينا نفكر سوا. انا هتصرف. الف سلام عليكي. صحتك بالدنيا. وصلت ولا لسه؟ عملت ايه في المشكله اللي قلت لي عليها؟ احنا بنتجوز علشان حاجات كتير، منها المشاعر اللي انا لسه قايلها دلوقتي. كلنا بنحتاج حد يدعمنا، وان حد يسأل علينا، وان حد يقدر تعبنا، وان حد يسقف لنا لما نعمل انجاز، وان حد يقف جنبنا وقت الضعف والمرض والمشاكل، وان حد يسمعنا وياخد ويدي معانا ويونسنا. اي محاولة لتسفيه المشاعر دي او اهمالها تحت فكر ان احنا مش فاضيين او المسؤوليات كتيرة او ان الكلام ده رومانسية فارغة، ده معناه ان الجواز هيتحول فعلا لشوية مسؤوليات تقيلة على شوية شد وجذب. المشاعر الحقيقية ان انت تلاقي حد ماسك في قلبك قبل ايدك، وانك تلاقي اللي فاهمك وخايف على زعلك وما تهونش على قلبه ابدا مهما يحصل ما بينكم. ولما تلاقي اللي يحبك بالافعال قبل الكلام، واللي يخليك تحب نفسك وتتغير للاحسن باهتماماته وبحبه، يطمنك بانه جنبك، هو ده الرزق الحقيقي. هي دي المشاعر الحقيقية واعظم شعور في الكون. ربنا يصلح حالكم ويريح بالكم، ويجعل المحبة والمشاعر ما بينكم. بس كده. سلام عليكم.